السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سعد فاروق الشهير بسعد المصري، معالج ريفلكسولوجي، الطب الانعكاسي. أنا عارف إن ناس كتير جدا سمعت عني عن طريق الإنترنت، عن طريق اليوتيوب. شافت ناس كتير جدا الحمد لله تم التعامل معاهم مع حالتهم المرضية، سواء كانت الأمراض دي مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل في المعدة، مشاكل خاصة بالعظام، المفاصل، هشاشة العظام، لو أي مشاكل خاصة بالصداع أو المخ أو الذاكرة، الناس اللي هي بتعاني من زهايمر، المشاكل الخاصة بالأحوال النفسية والضغوط النفسية. بفضل الله تعالى تم التعامل مع هذه المشاكل. الأمراض الخاصة بالكلى والكبد، كل الحاجات دي الحمد لله تم التعامل معها. أنا الحقيقة مش أنا اللي نزلت الناس دي، هي طبعا صورت معايا، منهم رؤساء جامعات، منهم ناس علماء، منهم ناس أساتذة وأطباء في كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة. بفضل الله أشادوا بهذا العلم ريفلكسولوجي، وقد ايه مهم جدا جدا، والنتائج اللي اتحققت من وراء هذا العلم الجميل وهذه الطريقة الجميلة جدا. ناس كتير جدا عايزين نعرف، طب سعد المصري ده نوصل له ازاي، نوصل له منين، نكلمه ازاي؟ انا والله مش حايش نفسي عنكم، لكن القضيه كلها ان مفيش وقت اصلا اقعد على الكمبيوتر او اقعد على الانترنت. بيبقى في شغل، في جلسات كتير جدا، في حالات كتير جدا الواحد بيحاول ان هو يتابعها. ولكن بناء على طلب حضراتكم انا حبيت اكون موجود بنفسي، مش مجرد احط بس مجرد بياناتي. ده ايمانا مني بهذا العلم الخطير جدا جدا، هو علم الريفلكسولوجي. الناس هتستغرب، طب ايه اللي جابك طريق هرم سقارة هنا مثلا، او بتصور هنا ليه؟ وده هيتعرض ان شاء الله في قنوات فضائية وبرامج كتيرة جدا ان شاء الله. لكن القضية كلها ان بحاول ان انا اثبت العلم، اثبت تاريخه. طبعا انتوا عارفين في محاولات كتير جدا لتحريف التاريخ والتاريخ الفرعوني والمصري، ومحاولة اخفاء العظمة الفرعونية او عظمة الحضارة المصرية. لكن انا من هذا المكان بنثبت الحقائق، ان هذا العلم، علم الريفلكسولوجي، بدأ من هذا المكان عن طريق هرم سقارة. هرم سقارة اللي بناه الملك زوسر، له طبيب، هذا الطبيب الكاهن الفرعوني اسمه أنيكما هور. ده الموجود في الكتب العالمية وجميع الثقافات، ولكن في هذا المكان ومع أهل الاختصاص من التاريخ تم معرفتنا أن اسمه أنيكما هور. يعني هور وحور الموضوع قريب شوية، مش هي دي المشكلة، لكن اللي احنا عايزين نثبته ان هذا العلم الجميل جدا هو في الأصل علم مصري فرعوني. لأن ناس كتير جدا بيقولوا عليه الطب الصيني. لا، هو ما هواش الطب الصيني. الطب الصيني دون اكوا بريشر، اللي هو العلاج عن طريق الوغز في الإبر الصينية. ريفلكسولوجي مش محتاج إبر صينية ولا حاجة، هو كل شغل مانيوال، كل التعامل مع القدم أو اليدين أو الأذن عن طريق ضغط بالأصابع بطريقة معينة إكلينيكية، بطريقة معينة بيتم تحفيز الأعضاء والمشاكل اللي بيعاني منها المريض. ده كنبذة مختصرة جدا ان هذا العلم هو علم فرعوني، بدأ من عام 2500 الى 2233 قبل الميلاد عن طريق الطبيب الكبير، طبيب الملك زوسر أنيكما هور. احنا بنكمل وانا بكمل هذا العلم الخطير، وده اللي انا اكتسبته عن طريق سنين كبيرة جدا جدا في مراكز التجميل وفي السبا الموجودة في الفنادق ال5 نجوم بدون ذكر اسماء فنادق معينة. لقيت ان الجماعة الصينيين ومن اندونيسيا ومن ماليزيا والمانيا وامريكا وفرنسا بيعالجوا بهذا العلاج الخطير ريفلكسولوجي، وبيتعاملوا مع جميع الأمراض بهذه الحالة. النهاردة إن شاء الله رب العالمين هنوضح لكم كل هذه الصورة
وما فائدة هذا العلم، ولكن حبيت من هذا المكان مخصوص عشان أثبت لأي حد في العالم كله هيشوفنا، سواء في البرامج الفضائية أو عن طريق الإنترنت الشبكة العالمية على اليوتيوب، هيخش على دكتور سعد فاروق أو طفرة العلاج الطبيعي في مصر، وهيشوف هذه الحلقات لنثبت لهم أن أساس أي علم وأساس أي ابتكار أو اختراع هو أساسه مصر الفراعنة. وده اللي حاولت ان انا اوصله لحضراتكم. للتواصل معايا مباشرة عن طريق الهاتف، الرجاء الاتصال ب 012 36 90 535 او عن طريق الايميل سعد_استاذ_online@yahoo.com. بالنسبة للاتصال هو يوم واحد مخصصه لخدمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم والإنسانية عامة، لأي موضوع كان أو أي مشكلة سواء كانت نفسية أو عضوية. أنا تحت أمركم بالتواصل هاتفيا يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرا إلى 12 مساء. معلش أنا أعتذر إن بعض الناس كتير جدا بتحاول تتصل بيا أثناء الأسبوع، بيبقى صعب جدا ان احنا بنتعامل مع حالات، صعب جدا ان انا اقطع الجلسة وارد على الهاتف او الموبايل، فانا بعتذر وبكرر اعتذاري عشان الناس تعرف انا ليه ما بردش على التليفون. لو هتواصل عن طريق الايميل انا تحت امركم. ومع تحياتي سعد فاروق، معالج ريفلكسولوجي امان هرم سقارة.